يا سلام على لا كوب، يا سلام بالصحة والراحة حبيبة ديالي. شوفوا لي الشعيه ما شاء الله، لا بغيونس اللي خرجت فيه. هانتوما تقولوا ما كنديروش الخاطر السلومه. هانتوما الشعيه ما شاء الله جا بحال دايره فيه لي غوفلي، وما فيه لا لي غوفلي لا حتى شي حاجه، راه ما قصت ليها شعرها بشي حاجه. هانتوما درت ليه اليوم البروتين، جاتها لا كوب واعره كتحمق بالصحه والراحه. يا سلام يا سلام انت يا طيب. اهلا وسهلا البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مهم يلا دابا شويه دخلت كي درتو نتوما كلشي مزيان. المهم بغيت نسول الامهات واش كلكم في حالي. انا راه بيلا شي شويه حمقى على بناتي. عرفتي فاش كندخل ونلقى جنه ومالك نعسو كنبغي نتسطى، كنبقى نبكي، كيجيني الحماق كيجيني واحد التأنيب الضمير بحال ما مسامحه فيهم، بحال وحق الله مولفه. يعني مالك ضروري تبوسني وتقولي ماما تصبحي على خير. جنه كتنعس عندي هنا يوميا، يعني انا اللي كنعس، ما كتبغي تنعس حتى شي حد. وفاش كنجي نلقاها ناعسه عرفتي كنبغي نتسطى. واش نتوما كتعيشوا هاد الحاله هادي؟ خصوصا كتبقاي انت راكي خدامه عليهم، كتضربي ثمن على ولادك باش توفري ليهم، باش تعيشيهم مزيان وباش تلبسيهم. حيت الا جلستي حداهم الحنان ديالك هي زوين، ولكن الحنان ديالك ما غاديش يكسيهم ويوكلهم يشري لهم الدواء، ولكن صراع وانا متاكده هذا الصراع غيكون عند جميع الامهات، ماشي غير الامهات اللي خدامات وماشي الامهات اللي غير جالسين في الدار. يعني غيكون عند جميع الامهات، حيت اللي خدامه كتحس بتانيب الضمير انها ما كتجلسش بزاف الوقت مع وليداتها، واللي كتكون ديجا جالسه ديما مع وليداتها كيجيها تانيب الضمير انها ما موفراش لولادها كاع داكشي اللي كيبغيو. تقدر غير شي حوايج بساط ما باستطاعتهاش انها توفر لهم، مثلا تسافر بهم العطله هذه، تكسيهم، تخرجهم، بزاف ديال الحوايج. دونك الله يسمح لينا من الوالدين، والله العظيم حتى واحد ما مرتاح. ولكن راه ضروري ان اي وحده تخدم، وضروري ان اي وحده توفر راه لمصلحه ولادنا. يعني فاش كتخرجي وتضربي تماره وتخدمي على من؟ على ولادك بالدرجه الاولى، انك توفري لهم بزاف ديال الحوايج، ما تخليهمش مخصوصين من حتى شي حاجه. واكيد حتى شي حاجه ما كتجي بالساهل، حتى شي حاجه ما كيجي شي حد ويعطيها ليك. وفي نفس الوقت حلاوه الحياه، يعني تخيلي راسك انك غير جالسه، راه حتى ديك الخدمه راه حلاوه ديال الدنيا، وديال داك الرزيق اللي كتجيب في خف الشهر، وديال دوك الوليدات، وديال يعني الحمد لله. واكيد ان كما كنقولوا حنا فاش كتجيبيها بعرق كتافك كتحسي بالحلاوه ديالها، وسبحان الله كتكون فيها البركه. فالله يعطينا غير صحيحتنا باش نكونوا مع وليداتنا. فاش كنكون عيانه كنقول كل ما كان عندك داك طول النفس، كما كنقولوا نفس عميق وهدوء وحكمه وصبر، اكيد غيكون نجاح. حيت البيبي راه ما كيجيش ويتمشى، اكيد كيحبو، اكيد كيوقف، كيطيح، كيشد في السداري، كيشد في الطبله، كيطيح على راسو على فمو، كيبقى يحاول حتى كيولي يتمشى، ماشي غير كيجي ويتمشى. الام غير تحاول انها توازن بين الخدمه ديال برا والحنان مع الوليدات. راه ممكن انك تجلسي مع وليداتك غير ساعتين وتقدي تعطيهم الحنان وتعطيهم الحب ديالك، وتلعبي معاهم، ديري معاهم واحد لومبيونس، وتقدري تكوني ام النهار كله انت مع وليداتك في الدار يكونوا ما كياخذوش منك الحنان. علاش؟ حيت النهار كله انت في الكوزينه الله يحسن العوان والغوات، وانت في السطح كتنشري، هما كيدابزوا، هانتي ضربتيهم، هانتي. فالحنان راه كما كنقولوا حنا عنده الطرق ديالو. الام دائما تكون ذكيه، تحاول ما عندك ما ديري. شوفي الام ربي خلقها هكا، ربي خلقها سبحان الله انها كتقدر دير بزاف ديال الحوايج، وربي كيعطينا القدره اننا نستحملوا بزاف ديال الحوايج. فالله يكون معكم، والله يكون معنا، والله يكون معايا حتى انا، حيت حتى شي حاجه ما سهله. والله يقوينا باش نقدوا على
وجيت الصراحه انا باش نهضر على كوثر معاويه، وجيت باش نبارطاجيها لكم. ما غاديش نشكرها لكم حيت ما كتحتاجنيش انا نشكرها ولا شي حد يشكرها. ما شاء الله هي شاكره راسها، والجروب ديالها شاكر راسو، والخدمه ديالها شاكره راسها، وما شاء الله عليها. حتى هي من النساء اللي حتى هي ضحات وكنبقى مجمعه انا وياها. شوفوا كوثر هذه بحال اختي، ماشي بحال اختي، راه اختي. كنجمع انا وياها ونهضر انا وياها وتكون وننصحها وتنصحني. حتى هي بدات من الزيرو، حتى هي عندها وليدات، حتى هي عندها مسؤوليه وعندها عرفتي شحال البنات خدامين معاها. راه كل وحده وقصه. فاش كتبقى تعاود ليا على البنات وكنهضروا، راه ما شاء الله والله العظيم اللي بوليداتهم وخدامات ما شاء الله، ولات كتدخلهم فلوس صحيحه شهريا كيخدموا، كتوصلهم في الكونط ديالهم. نشوف واش نقدر نحط لكم لي كونط فريمون. كل وحده كتوصلها 3 المليون 4 المليون بالخدمه من الدار. شركه ما شاء الله عالميه. شحال من وحده كتقولك انا راني ما قارياش، يعني ما كنعرف حتى شي حاجه. هذه فرصه ديالك تخدمي. انت اللي كتقولي انا ما عنديش الوقت، انا عندي الوليدات وعندي مسؤوليه، وراجلي ما كنثقش فيه وخايفه منه، وعندي في بالي ان غيجي واحد النهار يخوي بيا وما لقيتش الحل دابا انا كنهضر معاك، انت اللي كتشوفي فيا الحل بين يديك. ها انت داخله معانا. مش شحال وحده كتقولك انا والديا بداو يكبروا وبديت نحس بهم بداو كيعياو، وانا ما دايره حتى شي حاجه في حياتي اللي غادي يزيدوا يكبروا ولا يعياو ولا يمرضوا ويلقاوني انا بجنبهم. قاريه وعندي دبلومات وما خدامه، شنو ندير؟ انت اليوم الفرصه ديالك معانا. شحال وحده راجلها قامعها هو خدام وكتشوفوا ما يقدرش يعطيها حتى لارجون دو بوش ديالها باش تمشي للحمام او لا تمشي تصاوب شعرها. فرصه ديالك اليوم معانا. كوثر معاويه كتعاونكم. كوثر معاويه كتعاون هاد العيالات كاملين اللي عندهم بزاف ديال المشاكل. ومشحال من وحده كل قصه تبين لك بان انت ما كيخصك تحمدي الله كل دقيقه، حيت كتبان لك مشاكل كنتي لا شيء بارابور للناس الاخرين، وكتساعد الناس وكتوقف مع الناس. تكوني فاهمه، تكوني ما فاهماش، تكوني فين ما كنتي في العالم. شركه عالميه ما شاء الله. دارت اكبر ايفينمون كاين في مراكش ومشينا ليه وحضرنا ليه ما شاء الله عليها، وجاو الناس من جميع المدن المغربيه وكيشكروا الشركه اللي ديال كوثر معاويه، حيت فريمون بصح الناس داروا منها لاباس. كتخدمي من دارك، ما كتحتاجيش تنوضي الصباح وديبلاصاي ولا تخرجي ولا تخدمي ولا انتي مع ولادك في دارك ونسالي نوجد غدايا ونخلي الوليدات حدايا يلعبوا ونمشي نترزق الله من دارك. كيوروك الطرق، ما عليك الا تدخلي لهذا الكونط هذا اللي كنحط هنا. خدمي على راسك، والله خدمي على راسك حبيبتي. ما الا مشى تضربك الزمان والمشكله يا ريت تضربك وانت باقا صغيره. الا مشيتي توصلتي لواحد لاجو ضربك الحيوط، والله ما تلقي اللي يعقل عليك. قد جيبك الوحيد اللي غتامني ليه ما غيغضركش هو جيبك وما فلوسك فقط. فبكل صراحه ديري عليش تولي. الا كنتي كتشوفيني وانت باقا صغيره ننصحك بالقرايه. كنتي باقا قرايه زوينه. كنتي ما كتقرايش وغي جالسه كتضيعي في وقتك، ما عندك صنعه، ما عندك حرفه، ما حتى شي حاجه، دخلي تعلمي تخدمي على راسك اونلاين. ودابا هادشي اللي ولا في لي ريزو سوسيو، الناس راه كيسمحوا في خداميهم وكيجيو يخدموا في لي ريزو سوسيو. في هادشي هذا اللي كنبارطاجيو معاكم حنا. واكيد بالنسبه لي انا كنهضر على راسي شخصيا، كنبارطاجي الناس اللي هما ثقه ككوت. اولا مش حاب وحده كتبقى تقول لك اسما كتشجعينا نخدموا انت ما فين خدمتي انت اصلا. علاش اختي؟ انا ما خدمت، كنت بنت 17 عام بديت الخدمه ديال الاستاتيك. الحمد لله الوالده ديالي ما بغيتش نقرا، نقداتني ودارت لي حرفه تعلمتها. وانا كنقرا في ديك ليكول، وديك ليكول شافوني انني كنخدم زوين، رجعت خدامه معاهم في الصالون. انا كنقرا في ليكول و ان ميم طون كنخدم معاهم في الصالون، ومن تما ما شاء الله وانا خدامه، وتزوجت وانا خدامه، وكنولد بناتي وانا خدامه. راه سهلتي الاستاتيك، راه الاستاتيك ماشي سهله. راه كتحكي الكليانه رجليها كتنوض ظهرك ما كاينش. الله يحسن العوان. والحمد لله نهار ربي كيبغي يرزقك ويبغي يبدل ساعه بساعه اخرى، ربي اللي كيرزقك، راه ماشي شي حد اخر. راه الا كان ربي مكتب لك الدغمه تاكليها والله يوقف 100 واحد ما يقيسك. وإلا كانت ما مكتباش واخا ما عرف شنو ديري ما غتكتبلكش.
واكيد باش تغير الوضعيه ديالك بعدا اول حاجه كنقول انا من الاساسيات هي بعدا خص يكون هذا زوين، يكون قلبك زوين، يكون كيبغي الخير للناس، يكون يفرح الا شاف الناس داروا شي حاجه زوينه، ما نحسدش، ما نغيرش، ما نحقدش، ما ندعيش في هذاك الانسان، حيت هذاك الانسان ديك الخدمه اللي عنده او المشاريع اللي عنده او الفلوس اللي عنده ما كيجيوش بالسهل، حتى هو كيخدم عليهم. وما نحضيش نوض انا ندير المصلحه لراسي، عود ما نبقى حاضيه فلانه مشات، فلانه جات، فلانه دارت، فلانه تكسات، فلانه شرات. نوض انا ونحقق اهدافي ونحقق احلامي ونخدم على راسي ونكون مستقبلي ونبرع حتى انا راسي. ولعبوا العرض ديك الساعه الا جا شي واحد قال لك علاش شريتي ولا علاش لبستي ولا علاش خرجتي، ديك الساعه كنهضر تضمني راسي وحق الله عرفتي. شوف راه كندير الزيف انا اللي تيقول لي زيف حياتي ديما، اختي راه حياتي راه كندخل ربي لي عالم بيا، ما تحس بيا غير اللي عندها المشكل الشقيقه وكتقيل النهار كله خدامه. انا حيدتو اختي باش ما تقولوش لي عاوتاني ديما زيف حياتي. فخلص القول بكل صراحه كل واحد ربي كيعطيه على قد النيه ديالو على قد القلب ديالو، ولكن راه ما يمكنش تبقاي ناعسه وكتسيني ان الشتا طيح عليك فلوس ولا شي حد يدق عليك ويعطيك الفلوس، راه ما يمكنش. راه حيت حتى الاسره راه مسؤوليه وبروجي مشروع، حيت راه حتى الاسره راه خصها مصاريف ديالها، الوليدات مسؤوليه، راجل الدار المصروف، راه حتى الدار ماشي سهله، حتى الزواج ماشي سهل. فخدمي كما قلت لك، جيبك هو اللي ما غيغضبكش. ها هو لو كونت ديال كوثر.